السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل هريسة الشطة بالفلفل الحلو او الحار حسب ما انتوا عايزين. جميلة وسهلة وبتاخد وقت طويل جدا في التلاجة. بستخدمها في جميع الاكلات اللي بعملها. بجد بتدي تست جميل للاكلات. طعمها جميل جدا وريحتها تحفة ولونها جميل جدا زي ما انتوا شايفين. وبتحتفظ بلونها في التلاجة لمدة اطول. لايك وشير لو الفيديو عجبكم. عندي المقادير: نص كيلو فلفل رومي احمر الكبير، 2 ليمونة، فصوص من الثوم، معلقة صغيرة شطة، معلقة كبيرة كزبرة، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة ملح. ده الفلفل اللي استخدمته في هريسة الشطة. لو عايزين تستخدموا الفلفل الاحمر الحار تمام، عايزين تستخدموا الفلفل الرومي الاحمر البلدي برضو تمام، عايزين تستخدموا الفلفل الحار والبارد مع بعض برضو تمام، اللي حضراتكم عايزينه. بقطع الفلفل وبشيل البذور. لو عايزين تسيبوا البذور زي ما انتوا عايزين انا هشيلهم. انا استخدمت نص كيلو من الفلفل الاحمر البارد. لو عايزين تضاعفوا الكمية تمام. انا عملت نص كيلو فقط لان عاملة قبل كده كمية كبيرة وحطها في التلاجة، فعملت الكمية القليلة دي علشان اعرفكم الطريقة وازاي تحتفظوا بيها في التلاجة لمدة اطول. هضيف الفلفل في الكبة مع فصوص الثوم. بالنسبة لليمون انا هعصره. ما ينفعش ان احنا نحط الليمون لان احنا لو ضربناه مع المقادير بالقشر بتاعه هيمرر معانا، علشان كده احنا بنعصره. هضيف التوابل وهنضربهم. بالنسبة لهرسة الشطة، لو عايزينها خشنة تمام، لو عايزينها ناعمة زي ما انا هعملها برضه اللي انتوا عايزينه. انا طبعا بحب هرسة الشطة تكون ناعمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عندي بطرمان ازاز غسلت غسلة كويسة وعقمته وصفيته من المية كويس جدا. هضيف فيه شوية من الزيت وهضيف هريسة الشطة. الطريقة بتاعتنا كانت طريقة سهلة جدا وبسيطة وما خدتش اي وقت معانا خالص زي ما انتوا شفتوا. اهم حاجة ان احنا نمشي على نفس الخطوات. اهم حاجة ان احنا نضيف زيت على الوش من فوق، الزيت اللي بيخلي هريسة الشطة تحتفظ في المكان في التلاجة لمدة اطول. ده شكلها اهو. هغطيها كده. هريسة الشطة جهزت معانا. وبكده فيديو النهاردة هيكون خلص معانا. لو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.